بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. كل لحظه وانتم بخير يا جماعه. انا جايه النهارده باذن الرحمن بقول لكم انا نقلت طبعا الديوكه اهيتي، شايفين؟ نقلتهم من الاوضه اللي كانت فيها السمان وكانوا مع السمان، حطيتهم هنا في البلكونه اهو. طبعا ده هنا اهو، وبقيتهم خلاص اهو يا جماعه في الناحيه الثانيه من البلكونه. وحطيت البط ده كمان، البط ده صغير شويه، قلت لا عشان ياكل عليقه معاهم. انا هحطهم هنا في البلكونه وشلتهم عشان البط الكبير بيعملهم بيعضهم. فجبتهم هنا من ضمن الفراخ دي ونقلتهم بقول لكم في البلكونه هنا، وعملت طبعا سقفيه في البلكونه اهي عشان الحر. واهو انا لسه دلوقتي هحط لهم باذن الرحمن الاكل بتاعهم والميه، بس انا قلت اصور معاكم الاول واقول لكم ان انا خلاص. شايفين بقى هم صحيح لسه الفراخ ما خدتش على البط، فعاملين جزئين كده، عارفين اللي لما يبقوا قاسمين المكان يعني متخاصمين مع بعض، فجزء اهو دول بياخدوا جنب كده، الفراخ بتاخد جنب هنا لوحدها كده، والبط في الناحيه التانيه. بس وقت الاكل طبعا ما بحط لهم بيتجمعهم، بس بحط بقى ازاي؟ البط بيحب دايما الاكل اللي فيه ميه كتير، فانا بحط لهم في حله كبيره او حاجه في ناحيتهم واحط لهم عليه الميه. والاكل التاني للفراخ ده بيكون ناشف شويه، بحط لهم برده الناحيه التانيه. والبلكونه ما شاء الله كبيره، البلكونه حوالي 6 متر ولا 7 متر، كبيره يعني. فالحمد لله رب العالمين، ده الطول بس. فالحمد لله اخدهم كويس قوي. وانا بقول لكم حبيت بس اوريكم اقول لكم الفراخ بتاعتي لما حشتهم من الاوضه هناك، عشان انا اللي طبعا شلتهم من الاوضه علشان هنقل الفراخ يا جماعه. جايبه فراخ بيضه هجيبها من البلكونه واحطهم في الاوضه هناك، هتبقى اوسع يعني ليهم. وده الفراخ بتاعتنا ان شاء الله على ما اذبحها باذن الله يا رب، لاني بستنى بس شويه كده على الديوكه دي ان هي تكبر شويه وبعدين اذبحها باذن الرحمن يا رب ان شاء الله باذن الله. لو لقيت متابعه الفيديوهات بتاعت الطيور زادت ان شاء الله هيبقى معاكم باستمرار، لان انا عندي دايما مش عارفه ليه فيديو الطيور ما عادش بيجيب مشاهدات. لو لقيتكم فعلا يا جماعه عايزين ان انا اصور معاكم زي الاول كده، وان انتوا عايزين تشوفوا الطيور بتاعتنا وتطورها وانا بحط لها ايه وبعمل معاها ايه، لو اطلبوا مني باذن الرحمن وانا هنزلها لكم على طول. وسامحوني بقى معلش مش هطول معاكم في الفيديو، لان انا فعلا تعبانه وصوتي تعبان، بس انا طلعت علشان اعمل الفراخ بس. شايفين اهو، اعمل الفراخ بس البيضه انقلها وانقل الحاجات ديت كده، وقلت اصور معاكم بالمره. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الرحمن، اشوفكم على خير يا رب. السلام عليكم.